أفضل دعاء عن الرزق، والذي إذا قلته بارك الله لك في رزقك. الدعاء الأول وهو دعاء عظيم تقول فيه: اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. فلنأخذ دعاء آخر، دعاء جميل وهو موجود في وسط الصلاة، قليل من الناس من يستعمله، ولو فعلوا لزاد رزقهم ولكنهم يغفلون عنه. هناك رواية فيها دعاء بالرزق وقليل من الناس من يقولها، مع أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وهي: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هناك دعاء ثالث، هذا الدعاء إن شاء الله إذا قلته فإن الله سيأتي بالرزق إليك حتى ولو لم يكن عندك شيء. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد كله نشاط وهنعمل فيه حاجات كتير، تابعيني لاخر الفيديو تستفيدي منه وتتنشطي وان شاء الله تطلعي بافكار حلوة كتير. وقبل ما نبدأ في روتين يومنا، واول ما نصحى من النوم لازم تبدأي يومك بالاذكار. حاولي تخليها اهم حاجة في يومك، لان الاذكار هتحصنك من حاجات كتير، هتمنع عنك اي سوء وشر. وكفاية ان انت هتبقي في عناية ربنا من الصبح لغاية بالليل، وكمان من بالليل لغاية الصبح لما تقولي أذكار الصباح وأذكار المساء. ولازم نستعين بالله، وأول ما نبتدي كده في الروتين نقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. الدعاء ده بجد حلو جدا، انا لما بقوله بحس بنشاط بجد حلو جدا، بحس ان انا انجزت حاجات كتير في وقت صغير، يعني بيديني كده طاقة كده جامدة قوي. حاولي تجربيه ان شاء الله، ان شاء الله تتعودي عليه. وكفاية ان انتي بتستعيني بالله في كل حاجة بتعمليها في يوم. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد تاني، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوف عملنا ايه في فيديو النهاردة. اول حاجة كده عملتها، كان نفسي قوي اشرب كده كوباية نسكافيه. انا بصراحة ما كانش في دماغي، يعني انا بصحى الصبح بشرب شاي، لكن كيس النسكافيه ده لقيته عندي كده في الدرج، والله ما عارفة عندي من امتى. انا عارفة ان هو مقاطعة، بس هو اكيد عندي من زمان جدا. فانا كده بصيت عليه لقيته لسه يعني مدة الصلاحية بتاعته ما انتهتش، فقلت خلاص بقى اعمله بما ان هو ايه عندي. جبت بقى الجهاز ده اللي هو بيشتغل بالحجارة. هو بصراحة مش عارفة، يعني هو اوقات يبقى حلو اوقات لا، بس انا اكتشفت ان هو بيبقى حلو لما تحطي له حجارة قوية، لكن هو كده كده لما بيوصل لاخر المج ما بيلفش قوي، بيقف خالص. فانت لازم تعمليه كده ايه على الوش عشان يديكي رغوة. هو مش هيديكي رغوة حلوة قوي، مش كبيرة قوي، بس اهو برضو بيقضي الغرض وحلو، يعني هو جميل. وكمان لما تيجي خلاص خلصتيه، ابقي شيلي الحجارة منه، لان انت لو بتستخدميه كل فترة طويلة الحجارة ممكن تملح فيه وتبوظه. فاول ما تخلصيه ابقي شيلي الحجارة على جنب، ولما تستخدميه ابقي حطي الحجارة تاني. بس كده شربت بس كوبايه نسكافيه، وحطيت كده كام تمرايه جنبه. وده كان فطاري كده، فطار خفيف كده، ان انا ما كنتش جعانه، بس لازم اكل اي حاجه الصبح تديني كده طاقه علشان اقدر اكمل اليوم بتاعي وما تدخيش وما تتعبيش. حاولي تحافظي على نفسك وتحافظي على صحتك علشان تقدري تقومي بوجبات بيتك، وتحافظي على اولادك، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي. اول بقى ما صحيت الصبح كده بفتح الشباك، لقيت الجو حلو جدا والشمس طالعه، وحسيت كده ان الجو زي ما يكون حر شويه. قمت جايه كده مطلعه ايه على الشباك لحاف كده، قلت اهويه واهوي الفرشه اللي بينام عليها ابني الصغير. قلت اهويها كده وافتح بقى الشبابيك بتاعه الشقه كلها والبلكونه، علشان الشمس كده تخش البيت وايه وتعقم البيت كده. وكان الجو بصراحه حلو جدا. وكانت اوضه الاطفال انا لسه عاملاها معاكم تقريبا في الفيديو اللي فات، فانا بس روقتها كده وطبقت يعني عدلت الفرشه مكان النوم وخلاص كده. وقلت بقى اخش على الريسبشن برضو ايه انضفه كده تنظيفه حلوه. اكتر حاجه بتتبهدل في الستاير هي الستاره الفاتحه، علشان هي اكتر واحده بتتحرك. وكمان لما بفتح اللي هو السلك اللي هو الالمونتال الشباك بقى السلك بتاعه دوت، الستاره بتفضل تتحرك عليه كده، وهو غصب عنك بيبقى مليان تراب لوحده، فهو اكتر حاجه بتبهدل الستاره. فانا حسيت ان الستاره دي الربع بتاعها الاخراني كده مليان تراب شويه، لكن الباقي كله نظيف عشان مش جنب السلك.
فقلت برضو افكها كده واغسلها غسله حلوه وارجعها تاني كده عشان تنور كده المكان، لان هي لما الستاير بيبقى عليها اتربه بتحسي كده ان في طاقه سلبيه في البيت، وتحسي كده مهما روقتي ان في ريحه تراب، في حاجه كده مش مظبوطه مع انك لسه مروقه. بس هي بتبقى الستاير لما تراب او حاجه، فكل فتره لو انت عندك الستاير زي بتاعتي كده اللي هي البلاك وايت والخفيفه، ابقي كل فتره كده شيلي بس الخفيفه اغسليها، وهتلاقيها مطلعه معاكي كميه تراب في الميه مش طبيعيه. فكل فتره كده ابقي اغسليها علشان ايه، تبقى نظيفه كده ومخليه المكان كده حلو وكله ريحته حلوه، مفيش بقى ريحه تراب ولا اي حاجه. نفضت بقى الحاجه، وطبعا شلت اللي هي العلاقات بتاعت الستاره دي وايه، ورحت نقعتها في الميه. بس هنا كان النور مقطوع يعني، فروحت بقى نقعتها في الحمام، وانا الحمام ما عنديش فيه اضاءه خالص. المهم جيت بقى ايه نفضت بقى الكراسي ونفضت السفرة، وجبت الريشة كده نزلت اي تراب يكون على الحيطة او على او لو انتي حاطة براويز على الحيطة او اي حاجة، خلي عندك فرشة كده. الفرشة دي حلوة قوي بتنظف معاكي بسرعة، وبصراحة مريحة جدا. انا بقى محبتش ان انا اشيل السجاد واسيق تحته كده، لان هو تحته اصلا نظيف. فقلت بقى ايه، بما اني كده نفضت كل حاجة وخليت كده كل حاجة زي الفل، ونفضت كمان النيش وكل حاجة، فكده ممكن لما اجي اكنس الغبار يطلع تاني على الحاجة دي. فلا، عندك بقى ايه الموضوع ده حلو جدا، تجيبي المكنسة اللي هي المقشة العادية دي، وتجيبي معطر اي نوع معطر عندك، وتبخي كده عليه على المكنسة، وتقومي جاية بقى ايه كنسة السجادة. هتلاقي السجادة بتاعتك كده نورت كده وبقت كأنك غسلاها، وكمان مش هتطلع بقى اتربة تاني على الحاجة بره، والمكنسة مش هتبقى مبلولة معاكي للدرجة. انت مجرد بس ما بتكنسي السجادة بيها هي بتنشف. يعني لما تيجي تكنسي على السيراميك تاني مش هيخلي التراب اللي هو عامل طينة كده او حاجة، لا عادي خالص. بعد ما بتكنسي من السجادة اصلا هي بتتبل. يعني انت لو عندك المساحة كبيرة بتبخيه بقى كذا مرة على المكنسة. الطريقة دي حلوة جدا ومريحة جدا. وطبعا مش على طول هنستخدم المكنسة كهرباء، انا اصلا ما استخدمتهاش هنا لان النور كان عندي مقطوع، وانا كنت حابة ان انا اروق كده المكان كده بسرعة وايه فاستخدمت بقى المكنسه العاديه. والطريقه دي بجد حلوه قوي. هتحطي كده اي معطر عندك، حتى لو ما عندكيش معطر ممكن تحطي حبه صغيرين قوي من كلوروكس الالوان ده، وفي شويه ميه كده، يعني برضو تحطيهم في بخاخه، لان ما ينفعش تبلي المكنسه وتقومي كانسه السجاده، لان كده هتبلي السجاد كمان وهيعفن وهيعمل ريحه مش حلوه، لان لازم لما السجاد يتبلي يطلع يتهوى في الشمس. لكن انتي كده مش بتبلي المكنسة جامد، لا انتي بس بتبخي عليها كده بالمية، والمعطر بقى هيديها ريحة حلوة جدا، وهتفضل الريحة ثابتة في المكنسة وثابتة كمان في السجادة. يعني لو كنستي اي مكان تاني هتحسي ان في ريحة حلوة كده طالعة من المكنسة. المعطر بيثبت في المكنسة قوي. خلاص كده نفضت المكان وكنسته، وشلت بقى هنا ايه الكراسي اللي هي محطوطة على السيراميك، علشان انا حوالين السجادة كده هجيب برضو مية كده والموب بتاعي، وهقوم جاية مسحة كل السيراميك اللي باين، لان السيراميك اللي باين هو بيتطرب اكتر من السيراميك اللي تحت السجادة. ما كانش فيه تراب كتير الحمد لله ولا حاجة. احنا كنا عاملين كده روسيلات قوية جدا روتينات عميقة يعني في كل الشقة. فمش محتاج بقى دلوقتي قوي ان انا اعمل ايه، ان انا اشيل السجاد والحاجات دي. فانا بس شلت المشاية الصغيرة اللي قدام باب الشقة وقمت جايه بقى مسحه تحت السفره وتحت الكنبه وتحت الكراسي، كل مكان السيراميك باين فيه. جبت كده الموب وكنت بعصرها كويس، وكنت بمسح بس حوالين الحاجات دي. ورجعت تاني بقى كده الدنيا زي الفل، وجبت بقى المعطر بتاعي كده ورشيته. يا سلام بقى، ده راحه نفسيه. لازم يكون عندك معطر، صدقيني. لو حتى هتجيبي ب10 جنيه معطر سايب اهو يفضل عندك، هتحسي كده براحه حلوه والطاقه حلوه جدا جدا في البيت. خلصت كده الحمد لله، وقلت كمان اشارككم الغدا بتاعي النهارده. كنت عامله كده رز وعدس وبطاطس وبيض وسلطه ومخلل. بس كده كان غدايا النهارده بسيط كده النهارده، وكلنا عارفين الطريقه وعملتها معاكم قبل كده على القناه. بس انا حبيت اديكي فكره غدا يمكن تكون رايحه عن بالك. تعالوا ابينا نعمل حلو كده حلو قوي. بصراحة أول مرة أجربه. هنعمله مع بعض كده بطريقة حلوة كده وسهلة وهتعجبك جدا إن شاء الله. كان عندي لفة جلاش كانت عندي كده بقالها شوية في الفريزر، قلت كفاية عليها كده بقى أطلعها وأعملها. جبت كده شوية مكسرات، أي مكسرات عندك، سوداني،
جوز الهند، زبيب، اي مكسرات عندك. انا كان عندي كده شويه لوز على عين جمل، يعني شويه صغيرين كده، حطيتهم وحطيت عليهم سوداني، وحطيت عليهم ودقيتهم كويس جدا في الهون اللي جاي لي هديه ده، اللي انا حباه جدا جدا جدا. حلو قوي، صغنن كده وكيوت وحلو قوي كمان، هو جاي لي من حد عزيز عليا قوي، ربنا يخليه لي يا رب. فاول مره كنت استخدمه، فجبت بقى المكسرات ودقيتها كويس جدا، وحطيت عليها جوز الهند وزبيب، وسبتهم بقى كده على جنب شويه، وجبت لفه الجلاش بتاعتي، وجبت الصينيه اللي هدخلها الفرن بيها، وقمت جايه دهناها من تحت سمنه، وحطيت طبقه الجلاش، وكل طبقه كنت بحطها كنت بحط مثلا طبقه يمين وافرد الباقي بره، وطبقه شمال وافرد الباقي بره، ومن فوق ومن تحت وهكذا، وما بين كل طبقه وطبقه كنت كده ايه بدهن كده دهنه حلوه من السمنه، عشان كلنا عارفين ان الجلاش بيحب طبعا جدا السمنه. تمام كده، حطيت المكسرات في النص، وبعدين قمت جايه حاطه بقى الايه مدخله اللي هو بره ده جوه على الحشوه، وقمت جايه مكمله بقيه الجلاش فوق، وقمت جايه بقى ايه حاطه بقى سمنه طبعا في كل طبق من فوق ومن تحت، يعني من تحت المكسرات ومن فوق المكسرات لازم برضو ايه سمنه كتير عشان يورق معاكي كده ويبقى حلو. تمام. والجلاش احسن حاجه فيه ان هو ما بيشربش السمنه قوي، يعني لو السمنه زياده عليه بيخرجها بره، ممكن لو خرجها بره انت تصفيها وتحطيها كده في برطمان تستخدميها بعد كده في حلويات تانية. تمام كده، حطيتهم وقفلت الطبقات على بعض، ولازم تقطعيه قبل ما يدخل الفرن، عشان لو قطعتيه بعد ما يدخل الفرن شكله كده هيتفعكش ومش هيبقى حلو، لكن لما تقطعيه قبل ما يخش الفرن هيبقى متساوي معاكي وهيطلع كده شكله حلو لما تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن. التكه بقى اللي احنا هنعملها كده الجديده عليا، انا اول مره اعملها، ان احنا طبيعي بنعمل شربات، اللي هو شربات زي الكنافه وكده بنحطه على الجلاش، لكن هنا جبنا كوبايه من اللبن بديل بقى الشربات، كوبايه من اللبن عليها معلقتين سكر كبار، عليها ظرف فانيليا، ونقلبهم مع بعض، ويكون اللبن بارد، واول ما يطلع الجلاش نسقيه باللبن، بيديله طعم حلو قوي وبيديله طراوه جميله جدا. وانا بحب كده اقطعه بالمقص، لان المقص بيديله شكل حلو احسن من السكينه، ممكن برضو ايه السكينه تنعكشه معاكي، واحنا بس بندوس على الخطوط اللي احنا عاملينها قبل ما ندخله الفرن. حلوه كده جميله قوي وسهله وسريعه، احنا متعارف علينا ان احنا بناكل جلاش في رمضان، لا هاتي كده لفه جلاش واعمليها، طعمها حلو قوي وسهل كده وسريعة. تمام كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه لو بمعلومة بسيطة. متنسينيش بلايك حلو زيك وتعليق حلو منك في التعليقات، يدخل السرور على قلبي ويفرحني، ربنا يسعد قلبك. انتهى فيديو النهاردة، اشوفكم فيديوهات تانية كتير، سيبكم في رعاية الرحمن، مع السلامة.